لقيته تحجج بطقس ودرجه حراره ومدرب جديد لسه ما انسجمش مع اللعيبه. ليه يا عم؟ هو جاي يعمل ماجستير بيخلص دكتوراه؟ كرة قدم 1+1 بيساوي 2. ولا انتوا فرقه بقى لا تصلح للي هي بتلعب في بطوله زي كده؟ ولا انتوا مش قد التيشيرت اللي انتوا لابسينه؟ ابسط حاجه هقول لك، بص لها النهارده فرقه زي الترجي كسبت لويس انجلوس، بص للهلال اللي تعادل مع ريال مدريد، بص لصن داونز اللي كسبت. ما تبصليش على سلبيات، انت مش قد التيشيرت قول انا مش قده، مش قد البطولات دي وتفضل بالسلامه. احنا ملناش خلق بعد كده. انت يوم الاثنين لو ما كسبتش بورتو اللي مش قدها يتوكل على الله من دلوقتي. انا رايح الماتش ده وانا بقول لك لا بديل عن الفوز. لازم مجلس الاداره يعنف، لازم عقوبات، اللعيبه مش جايه تصيف. لو انتوا فاهمين اللي انتوا جايين مصيف قولوا لنا، واحنا مش هنروح الماتش من الاساس ولا هنتعب قلبنا. ما تزعلش الجمهور وخلي عندك دم واسترجل. لو انت مش راجل ما تروحش الماتش من الاساس. مش هنقبل بغير الفوز يا لعيبه الاهلي. مش هقول رجاله الاهلي، بعد ما تكسبوا الماتش نحييكم ونقول رجاله الاهلي بصرف النظر عن النتيجه بعد المكسب، سواء صعدنا او روحنا. كده كده انتوا حطيتونا في الويتنج ليست بسبب الاستهتار واللامبالاه اللي عندكم. بس احنا بنقول مش هقبل